السلام عليكم. معكم عبد الكبير، 41 سنة، كنسكن في العروبية في البادية في نواحي الداخلة، مزوج وعندي ولد كيقرا في مدينة أكادير. كيجي غير مرة للدار، ما كيجيش بزاف. وانا كنمشي للمدينة كنخدم بالنهار، في العشية كنجي مسخسخ. ديما غير كنجي ما كنتعشاش، كنجي وكنعس حيت كنكون عيان بزاف. فواحد النهار جيت بالليل كنت عيان وانا نعس شويه وانا نسمع الدقان في الليل. مراتي قالت لي يا عبد الكبير شي واحد كيدق، وانا كنت عيان. قلت لها سير منال شوفي شكون. مراتي سميتها منال. مشات حلت الباب من وراه ويترجع. قالت لي يا عبد الكبير جات عندي واحد مرا، قالت لي تكلمي المرات السي احمد، انا غادي نمشي عندها. قلت لها واخا سيري. السي احمد كيسكن حدانا، راجل كبير كبر مني انا في السن، ومراته ديما كتعيط لمنال، كتبغي تعاونها في شي حوايج، ولكن مع مرة عيطات ليها بالليل. صافي انا غيبت نعست. مني وصل الفجر فقط باش نوض نخدم. مني كنت لفت حدايا ما كتبانش ليا منال، قلت واقيلا كتوضى باش تصلي. ماني نطرت الدورة في الدار ما بانش ليا منال. قلت واه ياك ما باقا تما مع مرت السي احمد، حيت مرة مني كتمشي كتعاونها كتبقى شادها حتى الليل، وشي اوقات كتبات عندهم في الدار. السي احمد ما كيكونش ديما في دارو، كيكون خدام، كل مرة كيمشي يخدم. المهم قلت راه واقيلا بقيت عندهم، مشيت خدمت. من رجعت في العشية كندخل الدار ما كنلقاش منال. كنعيط في الدار كامله ومنال والو ما كايناش. خرجت هذيك الساعه من الدار بحوايج ديال الخدمه ما بدلتهمش. مشيت عند دار السي احمد بديت كندق. عاد خرج لي السي احمد، سلمت عليه وقلت لي كي داير عمي، حيت انا من الصغر وانا كنقول ليه عمي، حيت وقف معايا بزاف ملي كنت صغير. قال لي شنو بغيتي يا عبد الكبير؟ قلت لي جيت نسول على منال. قال لي علاش جيتي تسول عليها؟ قلت لي ياك البارح بالليل جات عندكم حيت خالتي عيطات لها. قال لي لا ما جاتش عندنا. قلت لي راه البارح جات دقات في الليل واحد المراه، وقلت لها تكلمي للسي احمد هادشي اللي قالت لي منال قبل ما تخرج. قال لي يا ولدي عبد الكبير ما جاتش عندنا منال، يقدر مشات شي بلاصه اخرى. مني كنت كنهضر معاه ويتخرج مرات السي احمد. قلت لي ياك لاباس ولدي عبد الكبير، وانا نقول لها جيت نسول على منال. قالت لي مالها؟ قلت لها قالت لي غادي تجي هنا البارح بالليل، حيت شي مره دقات في الليل وقالت لي تكلمي مرت السي احمد. قالت لي يا ولدي عبد الكبير ما جاتش عندنا، وانا ما صيفت حتى واحد البارح. المهم جاني العجب، قلت لهم انا غادي نمشي نسول العيالات اللي كتريح معاهم. مشيت دقيت في الدار الاولى، دقيت في الدار الثانيه، شويه اي دار بانت لي في الطريق كندق فيها. سولت في داك الدوار اللي ساكن فيه كامل، ولكن حتى واحد ما شاف منال. عاودت رجعت للدار، حليت الباب بديت كنعيط منال وتقول كاينه، حتى واحد ما عرفها فين مشات، وحتى واحد ما شافها من البارح اليوم. دخلت بدلت حوايجي وانا نخرج كنقلب، عاودت كندور ما لقيتهاش. تلاقيت مع السي احمد ومراته خارجين، حتى هما كيدوروا كيقلبوا. قالوا لي ما دراوش لقيتيها؟ قلت لهم لا. بقينا كنقلبوا ما لقيناش. داز النهار الاول، داز النهار الثاني، في النهار الثالث هذا كنسمع الدقان في الدار. مني حليت وانا نلقى منال. قالت لي السلامة عبد الكبير. قلت لها السلامة منال فين كنتي؟ بقات ساكته وانا نقول لها دخلي. دخلت وهي تمشي تريح في واحد الكرسي، بقات مريحه وحاضي يعني. كانت كدير واحد التصرفات في شكال تي انا بقيت كنشوف فيها. قلت لها منال ياك لاباس؟ فين مشيتي ديك الليله؟ فين كنتي من داك الوقت؟ قالت لي كنت عند مرت السي احمد، وانا نقول لها راه مشيت تما وما لقيتكش. قالت لي واش بصح؟ قلت لها وقالت لي شكون هي ديك اللي كنت معها؟ قلت لها كيفاش؟ قالت لي عقلتي داك النهار جات دقات داك المراه وقالت لي يلا تكلمي لمرت السي احمد. قلت لها عقلت. قالت لي راه مشينا لدار السي احمد. قلت لها واش متاكده؟ قالت لي وقفت هذيك الساعه وقلت لها يلا معايا. خرجنا من الدار، بقيت غادي انا وياها في الطريق، وانا بداك نلاحظ بلي منال كدير واحد الحركات في شكل بحال خايفه من شي واحد. مني سولتها قالت لي والو. مشينا لدار السي احمد دقينا فيها. خرج السي احمد، مني شاف منال بدا كيعيط على مراته، جات حتى هي شافوا منال بداو كيهضروا معها. شويه سولاتها مرت السي احمد، قالت لي فين كنتي؟ وهي تقول لها كنت عند مرت السي احمد. ومرت السي احمد هي هذيك اللي واقفه قدامها. السي احمد تلفت لي وحتى مراته تلفتوا ليا، سولوني قالوا لي شنو واقع. انا ما فهمت والو هذيك الساعه. عاودت سولت منال، قالت لي كنت عند دار السي احمد. وانا نقول لها شكون هي مرت السي احمد اللي كدوي عليها؟ بقات ساكته وكتفكر. عاودت سولتها وقالت لي ما عرفتش. هضرات معايا مرت السي احمد قالت لي
قالت لي يا ولدي عبد كبير دي منال للدار خليها ترتاح شويه، راك تبان ماشي هي هذيك، يقدر عيانه. حتى من بعد وسولها قلت لها واخا. قلت لها منال يلا شديت لها في ايدها تمينا غاديين، عاد بدات كتلف داك التفيتات كتخلع، طلع لي الدم، زيرت لها ايدها وانا نقول لها منال دي مالك؟ ياك لاباس. اللحظه اللي درت بحال هكاك وهي تخلعات مني، قالت لي عافاك ما تضربنيش. انا ما عرفتش شنو طرا لمنال، ما عمرها دارت بحال هكا، وانا نمسها في كتفها قلت لها ما تخافيش يا منال راه ما غاديش نضربك، انا ما عمرني ضربتها من نهار تزوجت بها. بقيت غادي وكنحزر فيها حتى وصلنا للدار. شويه وانا نقول لها واش بغيتي تاكلي شي حاجه؟ قالت لي لا بغيت غير النعاس. مشات دخلت الفراش وانا نقول لها بدل حوايجك بعدا، كانت بحال لا مخلوعه. صافي نعسات قبل مني، انا مشيت توضيت وصليت، مشيت تكيت حداها بغيت نعس. شويه كنسمع منال كتبكي بحال كتحلم بشي حاجه خايبه. بديت كنفيق فيها كنقول لها منال ياك لاباس؟ عاد فقط مخلوعه قالت لي بعد مني. قلت لها انا عبد كبير. في ذاك اللحظه مني عرفتني ارتاحت، وانا نقول لها منال شنو طرالك؟ ياك لاباس؟ وتبدا كتعاود لي شنو طرا داك النهار في داك الليله. قالت لي في داك الليله يلا بغيت النعس وانا نسمع الدقان. هي فين قلت لك سير عبد كبير حل؟ قلت لها عقلت. قالت لي مشيت طليت ويتبان لي واحد المراه. قلت لها واش هاد المراه كتعرفيها؟ قالت لي لا ما كنعرفهاش. وتقول لها داك المراه تكلمي المراه السي احمد راه بغاتك تعاونها في شي حاجه. وتقول لها منال صبري لبس حوايجي. دخلت منال قالتها لي وانا قلت لها ديك الساعه سيري. لبست حوايجها مني مشات لوسط الدار ويتلقى داك المراه كتيره في الدار، واصلا داك المراه ما كتعرفهاش منال. ويتهضر معها قالت لها علاش دخلتي للدار؟ قالت لها غير كنت تسنى فيك. خرجت هي وهي وبقاو غاديين. سولاتها منال قالت لها فين غاديين؟ قالت لها عند دار السي احمد. قالت لها دار السي احمد باقا هنا هاد الجهه. قالت لها لا دار السي احمد الاخرى، وهاد السي احمد ما عندوش شي دار اخرى. بقات منال غاديه معها شويه. قالت لها حنا وصلوا لواحد الدار. قالت لها هنا فين ساكن السي احمد. منال ما بغاش تدخل ديك الدار، قالت لها لا راه ما ساكنش هنا. قالت لي لا راه يلا تحاولوا. بدات كتكذب عليها وكتعمر لها في راسها. منال طاقت فيها ودخلت. مني دخلت لقات جوج عيالات في الدار من غير هذيك اللي معها. ويتهضر معها واحده فيهم كانت مغبره وجا وقالت لها بنتي منال جيتي؟ جا الصوت بحال ديال مرات السي احمد. ويتقول لها جيت. صافي قالت لها ريحات. قالت لها واش بغيتي تشربي شي حاجه؟ قالت لها واخا. ويتخوي لها شويه اتاي كانوا حاطينه تما قدامهم، حيت مني دخلت منال كانوا داك عيالات كيشربوا. صافي زت الكاس ويتشرب من وراها ما بقات عاقله لي والو. مني حلات عينها ويتلقى راسي ناعسه كتبغي تحرك وما كتقدرش. شويه جات عند داك المراه اللي كتقول لها انا مرت السي احمد. قربت حداها قالت لها بنتي منال ياك لاباس؟ بغات تهضر مع منال ولكن ما قدراتش بحال كانت مبنجه. بدات كتقاوم بغات تهضر. داك المراه جات حداها قالت لها راه ما كنسمعكش يا بنتي. ويتهز يدها وبدات كتصرفق فيها كتقول لها ياك ما باقا ناعسه بنتي وكتعطيها. شويه عيطات على دوك العيالات الاخرين، عادت كتجي عند كل وحده فيهم وكتبدا تصرفق فيها على اساس باش يفيقوها. منال كتاكل العصا ولكن ما كتقدرش دير شي حاجه، ما كتقدرش تدافع على راسها ولا تطاكي بايديها. قالت لي 3 ايام وانا كناكل في العصا. سولت داك الساعه على داك الدار، قالت لي ما عرفتيش فين كاينه. قلت لها واش داك المراه هي مرت السي احمد؟ قالت لي طلع لي الدم. مشيت عند دار السي احمد هذيك الساعه بديت كندق. خرجت عندي مرات السي احمد وانا نقول لها خالتي شنو درتي؟ قالت لي شنو درت؟ قلت لها علاش عيطتي لمنال وبقيتي كضربي فيها؟ قالت لي يا ويلي حيا ولدي عبد كبير انت شنو كتقول؟ انا راه 3 ايام كامل وانا في الدار، واش ما طيقتينيش؟ وعلاش انا غادي نجيب منال للدار وغادي نبدا نضرب فيها؟ قلت لها لا ما جيتيش للدار، انا ديتها لشي دار اخرى. قالت لي لا ولدي عبد كبير انا كنت غير في الدار ملي كنت كنهضر معاه هو يخرج السي احمد. قال لي يا ولدي عبد كبير شنو طاري؟ وانا نعاود لي داكشي اللي قالت لي منال. قال لي واش متاكد بلا مراتي؟ قالت لي ما شافتهاش ولكن الصوت كيشبه لها. السي احمد سول مراته قال لي واش ما كاينش شي واحد هنا الصوت ديالو بحال صوتك؟ بقات مراته كتفكر وهي تقول لي راه داك فلانه واحد المراه كتسكن في الخرجه ديال الدوار. قالت لها هذيك هي اللي الصوت ديالها كيشبه لصوتي. المهم انا ما كنتش عارف هذا الشيء وانا نقول لهم سمحوا لي انا غادي نمشي للدار. ملي كنت راجع للدار قال لي يا السي احمد قال لي انا غادي نمشي معاك للدار، ومراته حتى هي تمت جايه معانا. كيف حليت الباب ديال الدار ويتبان لي منال واقفه قدام الباب
ولابسه حوايج بحال باغا تمشي لشي بلاصه. دخلت قلت لها مانا الفرن غاديه، يلا بغات تهضر معايا وهي تهضر معاها مرات السي احمد. غير سمعت الصوت ديالها مانا تخلعت بدات كتغوت. شديت فيه ودخلتها للبيت، قلت لها ما تخافيش. بقيت كنحزر فيها حتى نعسات، وانا نخرج لقيت السي احمد ومراته مازال في الدار. هما يقولوا لي احنا غادي نمشوا، والسي احمد قال لمراته ما تبقاش تجي عند مانا لهاد الوقت. قالت لي واخا. فكرت نمشي عند داك المراه اللي نعتوا ليا، ولكن قلت بلاتي حتى نمشي انا ومنال. مشيت البيت طليت على منال بانت لي ناعسه. منال بقات ناعسه حتى الليل. مني مشيت بغيت نعس ما بغيتش نفيقها، قلت صافي خليها ترتاح. نعست واحد شويه وبديت كنسمع في الهضره. تلفت 3 ساعة بانت لي 2 ديال الليل، وانا نعست مع 10 ديال الليل. بديت كنسمع الهضره قدام الباب. كيف تلفت حدايا ما بانش ليا منال، وانا نوقف بقيت غادي تابع الصوت كان جاي من عند الباب. مني قربت حداها سمعت منال كتهضر، وكانت كتهضر مع شي امراه اخرى. قربت من الباب وانا نعيط منال، ولكن ما جاوبتنيش. تحركت بغيت نمشي نطل شويه وانا نسمع شي واحد عطا الجرا وشي حاجه طاحت. خرجت كنجري ويتبع لي منال طايحه قدام الباب، وشي واحد بالي غادي كيجري. يلا بغيت نتبعو نجري وانا نتفكر منال طايحه تما قدام الباب. صافي خليت هذاك اللي كيجري ما تسوقتش ليه. رجعت عند منال هزيتها بديت كنفيق فيها ما بغاش تفيق. ديت الفراش نعستها، بقيت كل شويه كنفيق فيها ولكن ما بغاش تفيق. بلا ما نشعر داتني النعسه حيت كنت عيان. مني فقت بانت لي منال مازال ناعسه. بديت كنفيق فيها ما بغاش تفيق. مشيت كنجري عند دار السي احمد، عيطت ليه وعيطت لمراته. جاو للدار بداو كيفيقوا فيها ما بغاش تفيق. قال لي السي احمد يلا ندوها للسبيطار. صافي مشى جاب الطوموبيل ديالو، ركبنا مشينا للسبيطار. بداو يعالجوا فيها وحلات عينيها فاقد صحه سلام. غير هي ما كتعرف حتى واحد، ما كتعرفني لا انا لا السي احمد لا مرات السي احمد. قال لنا الطبيب راه غادي ترجع لها الذاكره مع الوقت، غير مع الصدمه ولا حيت طاحت على راسها. حيت الطبيب قال لنا مني طاحت على راسها، ولكن محال تسبب لها هاد الصدمه ديال تفقد الذاكره. المهم رجعنا للدار وكانت كتصرف عادي، غير هي عادت بحال الدري الصغير. المهم كنحاول نتعامل معاه مزيان. في داك الليله مني كنت ناعس شويه سمعت الباب تسد، نط بالخف نط مخلوع. تلفت حدايا ما بانش ليا منال، لبست حوايجي خرجت كنجري. تلفت هكا ما بانش ليا. تحركت كنجري مشيت عند دار السي احمد، دقيت عليهم ما قالوا لي راه ما جاتش. بقيت كندور وكنقلب شويه وانا نتفكر داك المره اللي الصوت ديالها بحال مرات السي احمد. مشيت كنجري مع الزار ديالي وهي تبان ليا منال غادي مع شي وحده. ما قربت ليهم مع دخلوا لداك الدار. مشيت كنجري وبديت كندق في الدار ويتخرج عندي واحد المراه. قالت لي السلام سيدي. قلت لها السلام. قالت لي شحبت الخاطر بغيتي شي حاجه؟ قلت لها بغيت مراتي منال. قالت لي شكون منال؟ قلت لها راه يلاه دخلات. يلا شتا دخلات. قالت لي يا سيدي راه ما كاين حتى واحد سميتو منال في الدار. وانا نبدا كنغوت قلت لها راه يلاه دخلات. بديت كنتفاع فيها شويه عاد خرج واحد الراجل من الداخل. قال لي يا سيدي شنو بغيتي؟ قلت لي بغيت مراتي. قال لي انت جاي عندي للدار ومحيح عليا وكتقول لي بغيت مراتي؟ واش مراتك انا ساكنه عندي في الدار؟ قلت له راه جات مع واحد المراه دخلات هنا. قال لي راه ما عنديش السي عبد كبير، وانا هاد السيد ما عمرني شفتو ولا عرفتو. كيفاش هو كيعرف سميتي؟ قلت لي واش كتعرفني؟ قال لي لا ما كنعرفكش. وقلت لي واش عرفتي سميتي؟ قال لي راه كنسمع الناس كيعيطوا عليك. قال لي يلا سير حيد لي من هنا بلا ما دير لينا الشوا. قلت لي لا والو ما نتحرك من هنا حتى تخرج مراتي. شويه ويتبان لي واحد المراه جايه من على اليمين، جايه وكتعيط كتهضر مع دوك الناس اللي ساكنه في داك الدار، مع داك الراجل والمراه اللي خرجوا ليا. كتقول لهم ولا لا هو سيدي واش داك المراه اللي سخفانه تما كتعرفكم؟ غير سمعت سخفانه وانا نعطيها الجرا. مشيت كنجري درت مع داك الصور. مني وصلت ما بانت لي غا مراتي ناعسه وحويجه كاع مقطعين بحال مكرفص على شي واحد. بديت كنوض فيها منال. مني حلات عينيها وشافتني وهي تخلع، شدات في راسها وبدات كتغوت كتقول طلق مني ما تكرفش عليا. هزيت هذيك الساعه ديتها للدار. مني وصلت لقيت السي احمد ومراته كيتسناو قدام الباب. مني شافوا حالته بحال هكاك وما يتصدموا، سولوني ما قدرش نجاوب حيت انا كثار منهم مصطوم. منال ما بغاش تنعس بقات غير كتغوت داك الليل كامل. مرات السي احمد مشات الكوزينه قادت لها شي عشوب قالت لي شربهم ليا باش نعس. مشيت شربتهم ليا غير بزز وخا هي كتضرب فيا وكتخلع. المهم نعسات. النهار الاخر رحنا ندوها للسبيطار. مني شافها الطبيب قال لي كتسيدي يلا بغيت كرفص عليها شي واحد كان بغيت يتعدى عليها، غير يقدر طرات شي حاجه وشدوها لها حوا عوض ما يتكرفصوا عليها. انا بقى في الحال جاوني الغضايد، عرفت بلي دوك الناس كانوا بغا يديروا لها شي حاجه.
من تما دينا للطبيب ديال الذاكره، هو يقول لنا غير صبروا شويه، الذاكره كتبغي الصبر. صافي رجعنا للدار. ديك الساعه قال لي السي احمد انا غادي نمشي. بقات مراتو في الدار مقابله منال، وانا بقيت غير مريح تما كنفكر. السي احمد مشى عند شي فقيه جابو للدار. قلت لي علاش جدي؟ قال لي خاصنا نحاولوا صافي، اي حاجه تقدر ديروها غادي نجربوها. قلت لي واخا. مشيت دخلت عند منال فيقتها، ناضت مخلوعه عاوتاني. بغيت نخرجها عند الفقيه ولكن ما بغاش تخرج، وحنا نقولوا الفقيه يدخل لداخل. صافي دخلنا دارنا بها، ريح يديها وطلق البخور وبدا كيقرا في القران. بدات كتغوت عجاد بحال بغات تفكر. شويه بدات كتبان لاش كتبه في ايديها وفي رجليها، عاد بدات كتبان كتبه بحال الكحله بحال الزرقاء. اللحظه اللي شافها الفقيه هو يتخلع، قال لنا السيده فين كانت؟ وانا نقول لها راه كانت عند واحد الناس ليها. هو يقول لنا راه كانوا كيجربوا فيها السحر. بدا كيقرا في القران، بقات شاده براسها وكتعكاك. شويه بدات كدير واحد الحركات من وراه تقول لي عبد الكبير تفكراتني. تلفتات للسي احمد عرفاتو، حتى مرات السي احمد عرفاتها. يلا بغات تهضر معاه وانا نقول لها سكتي، حيت هي كتخاف غير من الصوت ديالك. يلا بغيت نبدا نسول فيها نقول لها شنو طرالك. هو هضر معايا السي الفقيه قال لي بلاتي يا ولدي حتى نعالجها وهضر معاها. صافي بقيت مريح ساكت. بدا كيقرا عليها في القران وكيدير لها في الرقيه. بقى كيقرا لمده 4 سوايع ولا 5 سوايع كونتيني، زعما متابعه. هو كيقرا، هي نعست وفاقت وعاودت نعسات، هو مازال غير كيقرا عليها. تعذب معاه الراقي بزاف. فواحد وقيته بلا ما نشعر انا ما بقيتش مركز مزيان. عاد هضر معنا الفقيه قال لنا على سلامتكم، راه داك اللي كتبها حيدات، كاين داك السحر اللي كان عنده راه حيد. وانا نبدا كنسول في الفقيه، بغيتو يعطيني شي معلومات ولكن ما عطاني والو. قال لي غير كانوا كيجربوا فيه السحر، شي سحر خايب، اما بغى يحمقوها، اما بغى شي واحد يتكرفص عليه وبغاها تكون بحال الاصنام، زعما ما كتحرك ما والو. صافي السي الفقيه مشى، انا بقيت في الدار مريح مقابل منال. بقى في الحال ما بقيتش عارف شنو غادي ندير. سولت السي احمد قلت لي يا عمي شنو غادي ندير؟ قال لي ما عرفتش يا ولدي. سولت مراتو حتى هي ما عرفتش. وقفت قلت لي غادي نمشي عند دوك الناس غادي نحيي حالهم. قال لي يا ولدي واش لقيتي عندهم منال في الدار؟ قلت لي لا لقيتها غير في الجنب ديال الدار. قال لي راك ما لقيتيهاش في الدار. قلت له ولكن شفتها دخلت للدار، راه غادي يكونوا خرجوها من اللور. مني وقفت عليهم. بدا السي احمد كيهضر ولكن انا صافي اللي في راسي كنت غادي نمشي نحيي عليهم، ولا غادي نمشي نطيح شي بطانه تما في داك الدار. ما بقيتش قادر نشوف منال بحال هكا. في داك الساعه لبست حوايجي وتحركت، قصد دوك الناس، مشيت لهم للدار ديالهم وبديت كندق. عاد خرجت لي داك المراه اللي الصوت ديالها بصح داير بحال مرت السي احمد. قالت لي شنو بغيتي عاوتاني؟ حيت عقلات علي انا اللي جيت داك النهار، اصلا هما كيعرفوني وهاد القضيه باينه. قلت لها شنو درتو لمنال؟ قالت لي شكون منال؟ قلت لها مراتي، ما تبقايش تفلي عليا بحال هكا. قالت لي يا سيدي راه ما كنتفلاش معاك، راه ما كنعرفش مراتك، انا ما كنعرفكش اصلا انت شكونك. وبديت كنغوت، عاد خرج لي داك الراجل عاوتاني، بدا كيشوف فيا قال لي عاودتي جيتي مره اخرى؟ قلت لي عاود جيت وغادي نبقى نجي ديما. قال لي اسمعني السي عبد الكبير، قال لي واش عندك شي دليل؟ قلت لي راه شتا داك النار داخل هنا للدار، وهي قالتها لي بفمها. عاد هضرات معايا ديك المراه، قالت لي كنسمع بلا مراتك حمقى ما كتعقل على حتى واحد. وانا نقول لها يلاه قلتي لي ما كنعرفش مراتك شكون، كيفاش دابا كتعرفي عليها بحال هكا؟ وهي سكت، بدات كدور في وجهها. شويه هو يهضر معايا داك الراجل، قال لي شوف السي عبد الكبير ما عندكش الدليل، صافي سير حيد لي من هنا، راه غادي نعيط لك على صحاب الحال على صحاب الوقت. بقيت كنغوت يلا بغيت نتضارب معاهم. عاد شد فيا السي احمد، يقدر كان تابعني من اللور حيت انا مشيت كنجري. قال لي يا ولدي عبد الكبير شنو كدير؟ هادشي اللي كدير ما غادي يوصلك لتا حاجه، غتزيد غير مشكل على مشكل اخر. الا داوك انت شكون غادي يقابل منال؟ في داك الساعه مابقى عندي حتى حل اخر، مشيت رجعت للدار وقلت للسي احمد راه غادي نمشي عند صحاب الحال وغادي نديكلاري. قال لي صافي. في النهار الاخر مشيت عندهم ديكلاريت، في الاخر ما طرا والو حيت ما كاين حتى واحد اللي غادي يشهد معايا. دوك الناس كاملين كيقولوا هضره وانا بوحدي اللي كنقول هضره اخرى، كاين ما غاديش يطيقك شي واحد. بقى فيا الحال. صافي من داك الوقت ما بقيتش مشيت للخدمه، بقيت مريح غير في الدار، مريح مقابل منال، كنحاول نخليها ما تخرجش حيت ما عارفش الوقت شنو جايبه. وبقيت غادي وكنتفقص، ما بقيتش كنعس لا بالليل لا بنهار. الليل كنبقى حاضيه وحتى النهار كنبقى حاضيه.
واحد الوقت وليت كنفكر شي افكار خايبه، قلت علاش ما نمشيش ننتقم. وشي وقت كنقول لا خاصني نقلب غير على شي دليل. دازت سيمانه بالضبط عاد كنسمع شي ناس طرالهم كيف ما طرا المنال، عاد قال لك القوا طايحه في شي بلاصه وفاقد الذاكره، ما كتعقل لا على والديها لا على راجلها لا على حتى واحد. داك الساعه جاني الفضول. الحاجه اللي فكرت فيها هي دوك الناس هما اللي داروا ليها شي حاجه. مشيت عند راجل داك المرة اللي مرضات، بديت كنسولوش اسئله ولكن هو مسكين ما عارف والو. مازال انا عارف شويه، هو ما كان عارف والو. بقيت كنسولو شويه، قلت لي دوك الناس، قال لي باش عرفتي. بديت كنعاود ليه، مشيت هو حيح عليهم ولكن ما طرا والو. نفس داك الشيء اللي طرا معايا انا طرا معاه هو. ولا كيجي عندي داك السيد وكيقول لي عبد كبر جبت لي المشاكل. شنو بيني وبين دوك الناس اصلا؟ هما ما داروا لي والو، انا غادي محيح عليهم. كانوا غادي يمشوا لي عند صحاب الحال. صافي بدا كيتمرضن عليا، صافي طلع لي الدم. واحد الراس قال لي سير قابلهم. صار ريح تقابل مع الدار ديالهم وبقى مريح 24 ساعه على 24 ساعه. صافي داكشي اللي درت، هزيت منال ديتها عند دار السي احمد، قلت لهم خلوها عندكم انا عندي شي خدمه. قالوا لي واخا. صافي عاد كنمشي للدار غير كناكل، كنعاود كنرجع كنقابل دوك الناس. النهار الاول داز داكشي هو هذاك، النهار الثاني داز هو هذاك، النهار الثالث وانا نشوف واحد المراه جايه داخله لابسه الكحل غادي وجيبه مع واحد المراه. داك المراه اللي غادي معاه كنعرفها حتى هي غير من الدوار. صافي بقيت حاضي حتى دخلات. النهار الاول ما خرجاتش، النهار الثاني عاد خرجت غير بوحدها وغادي كتمشى بحال الحمقى. صافي انا غير بقيت كنتسنى، بغيت نعرف شنو غادي نسمع. في نفس النهار وانا نبدا كنسمع بالله السيده حماقت، السيده فرفر لها العقل، ما بقات كتعرف حتى واحد وكان مكرفص على شي واحد. بقاو كيقلبوا ومشاو ديكلارا، جاو صحاب الحال صحاب الوقت بداو كيقلبوا ما والو عاوتاني. حيت الناس اللي ساكنين في دوك الدار خطر بزاف، بحال هادو خاصهم يتشدوا. وانا كنقلب دابا على شي حل على كيفاش غادي نشدهم. دازت غير ايام قليله عاد صدمت واحد الصدمه اللي هي خايبه بزاف. بانت لي داك المراه جايبه معها منال وجيبها مرت السي احمد. اللحظه اللي شفت بحال هكاك تصدمت، ما عرفتش شنو غادي ندير. الا مشيت عندهم غادي يديروا لي بحال داك النهار، يخرجوا من الجهه الاخرى. الحاجه اللي فكرت فيها ديك الساعه هي مشيت كنجري عند السي احمد، دقيت عليه في الدار، ما لقيت حتى واحد في الدار. يلا كنت غادي جيت داك الدار ونتلاقى مع السي احمد في الطريق. قلت له واش ما كنتيش في الدار؟ قال لي لا. قلت لي ديك المراه اللي ساكنه في داك الدار راه كانت غادي مع منال وغادي مع خالتي. قال لي واه. قلت لي قلت لي شنو غادي ندير؟ بقى السي احمد كيفكر، قال لي يلا نمشوا. واحد شويه قال لي صبر انا نمشي عند صحاب الحال دغيا وغادي نجي. خدم الطوموبيل مشى، انا بقيت مريح كنتسنى فيه. انا ما عرفتش شنو غادي ندير حيت كنت خايف اللي يديروا لهم شي حاجه وانا غير واقف كنتسنى قدام الباب. دازت غير وقت قليله وما يجوا صحاب الحال، جاو وقفوا شي وحدين منهم كيعرفوا السي احمد، هو يعاود لهم داكشي. عاد بداو كيدقوا في داك الدار. خرجت داك المراه اللي ساكنه تما وتبدا كتقفقف، بدات كتدخل وكتخرج في الهضره. شويه هو خرج راجل قال شكون. منين شاف صحاب الحال واقفين عاد بدا كيقفقف. بين تخلعوا حيت مراتي كاينه لداخل، هي مرات السي احمد. بداو كيهضروا معاهم وقالوا لهم واش نقدروا ندخلوا نقلب، وقالوا لهم لا. بقاو مناقشين معاهم مناقشين. واحد شويه وانا ندفع داك السيد مول داك الدار، دفعت وضربته على وجهه ودخلت كنجري. بقيت كنقلب شويه وانا نشوف واحد الحاله خايبه بزاف اللي انا متحملش نشوفها. وداك الدري اللي كان كيدير بحال هكاك شديته طيحته في الارض، بديت كنضرب فيه. بدا كيغوت كيعيط وبا وامي. بقيت كنعطيه، كنت غادي نقتلو. كون ما تدخلوا صحاب الحال صحاب الوقت، حيت مني سمعوا الهوات هما يدخلوا يجروا. مني دخلت شفتو كيقطع مراتي في حويجها. مراتي ما كدير حتى ردة فعل، بحال تقول عاودوا سحروا ليها، دايره بحال شي واحد مكوانسي، غير تابت في بلاصتو ما كيتحرك ما والو. هزيت الجاكيته ديالي غطيتها بها وانا نهز خرجت ديتها للدار. كانت كتبان مسكينه لا علاقه، بحال تقول حماقه الفريخ ديالها فرفر. ديتها بقيت حداها حتى نعسات. صافي وانا سورت الباب وخرجت رجعت لقيت صحاب الوقت مازال كاينين تما، والسي احمد واقفه معاه مراتو. حتى مراتو ما كانتش هي هذيك، غير هي ما كانتش طاريه لا شي حاجه. شدوا داك الناس جمعهم كاملين، دخلوا بداو كيقلبوا في داك الدار، هما يلقاو بصح كاين داكشي ديال السحر والشعوذه.
شنو في نظركم كان كيطرا في داك الدار؟ دوك الناس اللي ساكنين في داك الدار عندهم ولد واحد، وهاد الولد حمق بحال قلتي مختل عقليا، وكيبغي يديرها الحوايج الخايبين، كيبي يتكرفص على العيالات، ما كيعرف لا مو لا خالته لا عمته لا والو، كيبان ليه كلشي بحال هما ما لقاوش شي حل اخر، ولاو كيدبروا على عيالته وكيسحروا لهم باش واخا من يتفكروا ما يعقلوا عليه والو. وهادشي كانوا كيديروه من شحال هادي، غير بنادم ما كانش عايق، غير بحال انا تقول حضرت لداك الشيء شفتو بعينيا، كون ما شفتوش ما كنتش غادي نعرف مراتي شنو طرا لها ولا شنو كدير اصلا، كانت غادي تمشي وغادي ترجع النهار الاخر. غير الحاجه اللي طرات مع منال هي ريحت مده طويله، اما العيالات الاخرين ما كريحوش مده طويله، في النهار الاخر كيخرجوا باش دوك الناس ما يديروش انتباه ويبقاو يديروا بحكك مده طويله. المهم الناس من يعرفوا داك الشيء بداو كيعايروا فيهم، اي واحد في الدوار طرا ليه بحال هكاك لمراته ولا لبنته ما كرهش يشدهم يسلخهم ولا يعذبهم ولا يدير فيهم شي حاجه خايبه، صافي شدهم جمعهم كاملين داوهم. مراتي بقات ناعسه حتى النهار الاخر. مع الصباح مشينا عند الطبيب ومشي معايا السي احمد ومراته حتى هي، شافو قال لينا راه ما عندها والو، زعما ما تكرفص عليه حتى واحد، وحتى من مرات السي احمد بحال هكاك، وحنا الحمد لله وشكرناه ورجعنا للدوار. صافي من داك الوقت عاد كل واحد حاضي غير راسو، كل واحد حاضي دارو، مبقاش شي واحد كيقول لمراته حلي الباب في الليل. صافي اللي ما كانش هو مراته ما تحلش، اللي كان هو ناعس مراته ما تحلش، صافي ولا قانون تما في داك الدوار، حيت بحال هكا خاص يكون بنادم. داز غير ايام قليله ويجي ولدنا كانت عنده عطله، مني جا ما قلنا ليه والو، وحتى السي احمد ما قال ليه والو، حيت ولدنا ما بغيناش يعرف هاد الشيء باش ما ياثرش ليه على القرايه ديالو وعلى النفسيه ديالو، يعود معقد ولا تعقد عليه الامور. صافي ريح غير مده قصيره ومشى. انا رجعت الخدمه ديالي ولكن ما خلاونيش، بقيت كنقلب شويه، ريحت شوميت في الدار. حتى واحد النهار السي احمد قال لي يا عبد الكبير دبرتك على واحد الخدمه وحتى هي كاينه في المدينه، في مدينه الداخله. صافي مشيت خدمت. منال ما بقاتش كيف ما كانت النوبه الاولى، تبدلات، ما بقاتش مرتاحه، حتى من شي اوقات كتعود كدير شي تصرفات بحال مخلوعه. الا كنتي غادي معاها وسمعت شي صوت عالي ولا كلاكسون ديال الطوموبيل ولا ديال الموطور كتخلع، بحال تقول عاد كتخاف غير من خيالها. في الاول ما كانش عاجبني الحال، ولكن مع الوقت بديت كنولف، وعاد ديما متبع عند واحد الطبيب كنت عنده منال، كنحاول ندير كاع داكشي اللي باستطاعتي باش نردها كيف ما كانت، ولكن دابا مازال كيف ما عادت، ما بقاش كيف ما كانت في الاول. وكانت هذه النهايه ديال القصه ديالي، لا فامي ديالي، كانت هذه النهايه ديال القصه. كنتمنى تكون عجباتكم واستمتعتوا بها. ما تنسوش نوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك بحال ديما، وما تنسوش التعليق الزوينه اللي بحال وجهكم اللي كتفرحني بزاف. بالنسبه للناس الجداد كنتمنى تشتركوا وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، ونتشوفوا في قصه جديده ان شاء الله. كان معكم الراوي يوسف من مدينه اسفي.